امتى يجي اليوم واتخرج يا ابو؟ يوم ما اتخرج ابقى قاعد كده في اللجنه اخر امتحان ومحل اخر سؤال، وفجاه اخلص واقول له خد يد يا مراقب. ايوه اقول له خد يد يا مراقب، انا خلصت. ما طفحونا، انا بقى هطفلحهم، هاخد حق منهم. يا لهوي، توقف بقى في وسط الدفعه اقول لهم بكرهكم كلكم 3 تفات. هعدمهم تف اليهود. اتخرج بس واحضر حفله التخرج، يا لهوي ما احضر حفله التخرج وتيجي الكراش اللي انا اصلا ما اعرفهاش تقول لي بحبك. يوي ما تقول لي بحبك يوم حفله التخرج تديني بوكي ورد، هجري من الفرحه هجلع. يا لهوي اللي هعمله. واتخرج بامتياز، يا رب يا رب اتخرج بامتياز، امتياز غير مستحق. الناس بتذاكر ايوه انا عارف، بس انا بطبع ورق بفلوس، ما انا استاهل بدفع، استاهل على امتياز. يا لهوي يا جدعان، اتخرج بامتياز، مش عايز حاجه تاني، اتخرج بامتياز والكراش تتقدم لي في الحفله، واجي بعد ما اتخرج بقى اخد اعفاء. يا بوي ما اخد اعفاء، اروح التجنيد كده هيقولوا لي انت خدت اعفاء، مش مهم بقى السبب، عبيط معاق ريمبو، انا موافق. انا موافق ان انا ابقى عبيط في حب مصر، اصل انا ما ينفعش ادخل الجيش، انا مدهن، انا شخص مدهن ما ينفع. كان نفسي اخدم بلدي بس انا مش هينفع. انا مطمع للارهابيين، انا لو دخلت هتحصل مصايب. الارهابيين كل يوم يجوا يضربونا، فعشان كده باذن الله اخد اعفاء. يا رب اخد اعفاء، يا رب اخد اعفاء، ده انا الواحد هيجلع من الفرحه. ده انا لو خدت اعفاء اصلي 12000 ركعه شكر ليك يا رب. لان انا ما ينفعش ما اخدش اعفاء، لان انا لو دخلت الجيش هتبقى مصايب سودة، في حاجات كتيره هتبوظ لو دخلت. اللهم اعفى، يا رب كرمني بالاعفاء. يا رب انت سامعني وشايف تعبي، اديني اعفاء من عندك، عشان هم مش هيدوني، هم ما يرضى يا حد. ويا رب انا مش طماع، بس بعد ما اخد الاعفاء الاقي شغل في شركه انترناشونال، الشركات النظيفه دي، اللي اخش الشركه يبقى معايا العربيه بتاعتي والنسكافيه لاتيه بتاع اللي هو مش عارف انتوا اسمه ده، لايس موكا فرابتشينو باتيه اللي هو الكبير ده، واخش الشركه بالبدله الفورمال اللي جايه من ايطاليا، واخش ابوس والاقي السكرتيره اقول لها في حد سال عليا النهارده، تقول لي لا يا فندم ما فيش حد. اخش بقى المكتب بتاعي، يا لهوتي، ومش مهم المرتب، يعني مش مهم، عادي 60000 70، مش هبقى طماع، يعني انا مش هبقى طماع، اي مرتب عادي انا موافق بيه، 60000 70000 80، مش هتكلم في الحاجات دي، انا مش يعني انا مش مالي، مش انا اللي ببص للماديات. واروح اصيف بقى كل سنه بقى في الساحل، في لبنان، في المالديف، على حسب، دي الاحلام بتاعتي، مش عايز حاجه كتيره. اتخرج واللعفه والشغل، ويا رب اخر دعوه. انا مش طماع، بس يا رب الاقي حتتين اثار، حتتين اثار كده، ابقى بلعب حجز مع اصحابي واروح اشرب، فتقع كوبايه الميه فاحفر تحتيها الاقي حتتين اثار عروستين اجدادي حبايبي، وابيعهم بقى واجيوي على احلام يا ابو، على احلام. يا رب يا رب استجيب يا رب.